السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية المدرسة في المنام. رؤية المدرسة في المنام يا جماعة دايما بتكون في المقام الأول. ليه؟ لأنها هي بتشير إلى حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ أول حالة هي الأم، بتشير إلى الأم، لأن زي ما بيقعدوا يقولك في المثل بتاعنا الأم مدرسة. الأم مدرسة بتعلم وتوجه وتفهم. فلما تيجي المدرسة في المنام اعرف على طول ان دي حاجة اشارة من يمة الأم. تاني رمز يا جماعة في رؤية المدرسة بتشير إلى الجدة أو الجد. ليه؟ لأن المدرسة دايما دل على الجد والاجتهاد. اصحى روح المدرسة وذاكر ودروس وحفظ فده جد، جاي من كلمة جد واجتهاد. يبقى المدرسة بتدل دايما في المقام التاني على جدتك أو جدك. لما يكونوا مثلا أحياء أو أموات ويقولك المدرسة تجيلك اعرفي إن في أمر كويس عايد عليكي أو عايد عليك. المدرسة يا جماعة دل على الحياة. الحياة مدرسة. كلمة الحياة جاية من المدرسة، لأن بيقولك طول ما احنا عايشين في الحياة في الدنيا بنتعلم. يبقى المدرسة أو الحياة دل على المدرسة ودل على الدراسة والتعليم. كمان المدرسة يا جماعة دل على يعني دور العبادة. يعني في بني آدم يبقى يقول لك أنا بيجي المدرسة ومش عارف أحل، أحيانا مش عارف بصحى متأخر معرفش، ده بيبقى عنده كسل، مش بيصلي فرد وبيسيب فرد وبيقطع في الصلاة. لأن دايما يقول لك إيه، كاد المعلم أن يكون رسولا. فدايما اللي هو المؤذن الشيخ هو بوعظ، ده زي الرسالة، بيوصل رسالة للناس. فده دايما بيؤدي إلى بتشير إلى العبادة. المدرسة بتشير إلى العبادة. يعني البني آدم بيشوف إن هو مقصر في الصلاة، مقصر إنه يروح يصلي، مقصر إن هو بيقرأ قرآن، ومقصر في طاعته وقربه من ربنا. فده بتدل على إيه؟ تأثير في كده يا جماعة. دايما يا جماعة المدرسة نفسها كمان للبنت العزباء أو الشاب الأعزب رؤيتها دل على الارتباط. بيبقى في ارتباط، تشوفي المدرسة اعرفي ان في خطوبة قريبة او زواج ليكوا قريب جدا ومن الشخص اللي انت تكوني بترديه وعايزاه. ليه؟ لان المدرسة بتجمع بين اتنين، بين الولاد والبنات. فبتجمع، ففي جماعة هنا في المدرسة يبقى في ارتباط بين الولد وبين البنت، في ارتباط، في زواج قريب او خطوبة قريبة. دي رؤية المدرسة يا جماعة. ولسه في بقية الفيديو على ان الامتحان وتخش الامتحان، لسه هعمل فيديو كمان بالكلام ده. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.